تعال اقول لك في 40 ثانيه اللي لازم تقوم دلوقتي حالا تتعلم بايثون. اولا، بعيد عن ان هي سهله التعلم وحرفيا اي طفل يقدر يتعلمها، وبعيدا برضو عن ان هي مجالاتها كتير جدا وشغلها مطلوب، بس خليني اقول لك ان بايثون حرفيا هتسهل عليك حياتك اليوميه. وهو ده السبب اللي خلاني اتعلم برمجه اصلا. انت تقدر ببايثون تعمل سكريبتات تعمل لك حاجات متكرره وممله بتعملها يوميا، وده بالتالي هيوفر عليك ووقت في مجالنا يعني فلوس. ومش بس في نطاق السوفت وير، لا، انت ممكن كمان تدمج بايثون مع اردوينو وتتحكم في كل حاجه حواليك حرفيا، تكييف، مروحه، باب، شباك، اي حاجه بتشتغل بالكهرباء او مش بتشتغل بالكهرباء هتقدر تتحكم فيها بالطريقه اللي انت عايزها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اي مجال فيه ذكاء اصطناعي وتحليل البيانات اللي هو مسيطر علينا في 2025 فهو معتمد بشكل اساسي على بايثون. ده غير انها كمان ممكن تخليك تجمع بيانات عن اي حاجه اونلاين وانت حرفيا قاعد مكانك، وكل اللي عليك انك قاعد تتفرج عليه. فاكرني خلصت صح؟ وانا برضه كنت فاكر كده. بايثون كمان تقدر تخليك تعمل تطبيقات على جميع المنصات، اندرويد شغال، ديسكتوب شغال، ويب ليه لا، بس طبعا كباك اند ببعض المكتبات دي. حتى كمان يا جدع تقدر تعمل بيها العاب بسيطه وليها مجتمع ضخم وكبير. يعني من الاخر مفيش حاجه تقف معاك الا وهتلاقي لها حل باللغه العفريته دي. العفريته دي يعني من الاخر مفيش حاجه تقف معاك الا وهتلاقي لها حل. ودلوقتي كمان موجود الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك وانت بتتعلم. ملخص الهري ده كله، بايثون داخله في كل حاجه حواليك، وبجد ما بقاش رفاهيه ان في 2025 ما يكونش معاك لغه بايثون. وانا نور ودي قناه روسكود. سلام.